كلنا كبار وصغيرين بنحب البطاطا، بس مشكلتها معانا إن هي بتقعد في الفرن ساعتين وساعات 3 على ما تستوي، وبالذات لو الحجم الكبير زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نعملها النهارده بطريقة سهلة وسريعة وطعمها حلو جدا، وهتستوي في أقل من نص ساعة. أول حاجة هنحتاج الوصفة بتاعتنا بطاطا تكون حجمها كبير عشان يبقى طعمها حلو معانا. لازم يكون الحجم اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هنحتاج كمان كيس حراري من اللي بيدخل الفرن، وصينية فرن. هنحط الكيس جوه الصينية ونرص البطاطا جنب بعض، ونجيب بقى في طبق كده معلقتين كبار من السكر ونص معلقة من القرفة، ونقلبهم كويس جدا ونرشهم فوق البطاطا. ونقفل الكيس بتاعنا كويس جدا، ونجيب سكينة ونعمل له كام خرم كده عشان البطاطا تستوي. في الصينية بقى تحت الكيس هنحط كوباية من المية المغلية ومعلقة خل عشان الصينية ما تسودش. هندخل الكلام ده فرن سخن على أعلى درجة حرارة أقل من نص ساعة، وهتلاقيها استوت ومعاها صوص كده تحفة جدا. جربوها إن شاء الله هتعجبكم، مستوية ودايبة وطعمها خطير.